انه ما قيل انه في مندوبين اختفوا في نفقات اللجان دي كانت مؤثره جدا في النتيجه، دي كانت مؤامره، بعض تعامل معاها انها مؤامره. كانت عبد الرحمن يوسف اتكلم عن انه دي مؤامره من السلطه ضد عمرو موسى والسنه. يعني ما كانتش سهله. انما بقول لك لو دخلنا فيها هنبطل نتكلم عن ريفورم، عن اصلاح في مصر، عن دستور في مصر، هنتكلم بقى في حاجات جوزي، حاجات بس دي مؤثره في الواقع، ممكن تغير الرئيس. طب انا هسال سؤال، يعني هسال برضه حضرتك سؤال، هل تعتقد حضرتك انه السلطه التي اشرفت على الانتخابات وقتها تدخلت ضد عمرو موسى او لنصرة مرشح معين؟ وهل تعتقد فيما قيل عن انه امريكا تدخلت لحسم النتيجه لمرشح معين؟ نعم حصل تدخل. ومتى يعني طيب انا موافق، متى نشيل الفول ستوب ده ونحكي بقى؟ حصل التدخل. نعم حاجه تدخل نقطه مش وقت اطلاقا، لا دلوقتي من المقابله دي ولا في الفتره اللي احنا فيها دي اللي هنتكلم عن مواجهه الانتخابات. بس نريد الاستقرار لبس. تمام. اللقاءات اللي عملها السيد الرئيس مع القوى السياسيه ومرشح الرئاسه، هل تعتقد انه سيكون لها تاثير حقيقي ام مجرد بروتوكول امن لتطمين صندوق النقد الدولي كما قالت بعض المصادر؟ سوف نرى في الايام القادمه. صعب الحكم دلوقتي. طب اذا كان ليها اثر ايجابي ينعكس على الدستور ولا على حاجات ثانيه؟ اساسا المفروض ينعكس على الدستور. نعم. انا مش شايف لحد دلوقتي ينعكس. يعني ممثلي مثلا التيار الاغلبيه لم يتغير ادائهم، لم يتم الاتفاق، انت شفت مجرد تعليمات على ايه؟ نعم شفت ده. نعم. اشكرك يا استاذ.